يا اهلا وسهلا بيكم في فيديو النهارده مش هنعمل خبز عادي، لا النهارده هنعمل سلطان المخبوزات. حرفيا سلطان المخبوزات واسطوره الطعم، الخبز الصحي، السوردو اللي له عشاق حوالين العالم. عيش بيكون له قشره مقرمشه كده من بره وطري من جوه وله نكهه حمضيه كده خفيفه، بتبقى فيها لدعه كده يعني خفيفه خالص. لما تجربوها هتعرفوا ليه الناس بتبقى مهووسه بيه. العيش ده مش مجرد عيش، انا بعتبره سيمفونية كده بتتعزف ما بين الدقيق والمية، بيعززها التخمير الطويل. قصة بقى يعني قصة جميلة، قصة انتظار وصبر بتنتهي بنكهة لا تقاوم. في الفيديو النهاردة هنخوض الرحلة دي مع بعض خطوة بخطوة من البداية لحد ما يطلع معانا من الفرن دافي ومقرمش. استعدوا لريحة هتسكن بيوتكم وطعم هيسكن قلوبكم. يلا بينا ندخل على الوصفة بتاعتنا، بس الأول انزلي اضغطي لايك للفيديو وشاركيه مع أحبابك وأصحابك عشاق السوردو، وكمان ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. مبدئيا كده الأرقام اللي موجودة قدامكم على الشاشة دي نسب المكونات اللي أنا استخدمتها في الوصفة، مش المكونات أو المقادير نفسها، لا نسبة المكونات، المية والبادئ والملح بالنسبة للدقيق. ولكن المكونات كلها هتلاقوها في صندوق الوصف، بالإضافة للتيبس والتريكس المهمة جدا جدا لنجاح الوصفة. ضروري جدا تقروها لأنها ما تقلش أهمية عن خطوات الفيديو. أنا في الفيديو مش هذكر مكونات خالص. بالنسبة للمية اللي هنعجن بيها المفروض إنها تكون ساقعة من التلاجة، حرارتها حوالي 12 درجة مئوية علشان إحنا حاليا في الصيف. ولكن لو إحنا في الشتاء هنستخدم مية بحرارة الغرفة عادي. بنجيب البولة اللي هنعجن فيها وبننزل بالمية بتاعتنا. على المية هننزل بالدقيق. انا استخدمت النهاردة نوعين من الدقيق، دقيق ابيض عالي البروتين او دقيق مخبوزات، وعليه كمان دقيق قمح كامل. وكمية الدقيق اللي انا استخدمتها دي بتكفي عمل رغيفين. هنبدأ دلوقتي مرحلة خلط المية بالدقيق. المرحلة دي اسمها الاوتوليس، يعني مجرد بس بنخلط المية بالدقيق. الخطوة دي مهمة جدا، بالذات لو احنا مستخدمين دقيق قمح كامل. احنا حرفيا في المرحلة دي بنعمل عملية نقع للدقيق بالمية، تمام. والعملية دي برضو بتعزز تطور الجلوتين في العجينة. يبقى انا دلوقتي مش بعجن خالص، انا مجرد بس بخلط الدقيق بالمية لحد لما الدقيق يتداخل تماما مع المية. بسيبه يرتاح حوالي من نص ساعة لساعة، وبعد كده بضيف الخميرة. طبعا ده القوام المظبوط للعجينة على حسب امتصاص الدقيق بتاعي للمية. ممكن انتي تاخدي مية اقل مني او تاخدي مية يعني اظن مش اكتر مني، ولكن العجينة زي ما انتم شايفين كده بتكون عجينة بتلزق ولكن لا تزال متماسكة. بغطي العجينة بتاعتي دي لحد لما ترتاح كده من نص ساعة لساعة، وبعدين بضيف الخميرة. بننضف جوانب البولة بتاعتنا وهنقيس درجة حرارة العجينة. لما قسناها لقيناها حوالي 23.9. مش ضروري خالص يبقى عندك ترمومتر، ولكن لو استخدمت مية ساقعة متلجة هتاخدي نفس درجة الحرارة دي. احنا بدأنا دلوقتي بدرجة حرارة حوالي 24 تقريبا، علشان العجينة مع طول مدة التخمير بتسخن طبعا وحرارتها بتعلى. علشان كده احنا بدأنا بحرارة منخفضة، علشان ده بيسمح لنا نتحكم في عملية التخمير، تمام. المفروض بعد ما بترتاح العجينة وبضيف الخميرة. ساعة إضافة الخميرة لازم الخميرة تكون في عز قوتها، لأن الخميرة بتاعتنا دي المفروض إنها بتعلى 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 وتوصل لعز قوتها وبعدين بتهبط تاني. لو هبطت ما ينفعش نستخدمها، لازم نغذيها مرة تانية. ولكن احنا بنحاول نظبط الوقت بتاعنا على ان ساعة بنضيف الخميرة على العجينة بتاعتنا تكون في عز قوتها. انا هكتب لك تعملي دوت ازاي وتعملي الخميرة دي ازاي وبنسبة قد ايه في صندوق الوصف، علشان كده ضروري قلت لك تقري التعليمات في صندوق الوصف. دلوقتي هضيف 180 جرام من الخميرة بتاعتي دي علشان انا هعمل رغيفين. هنبدأ دلوقتي مرحلة خلط الخميرة بالعجينة. خلوا بالكم العجينة الخميرة بتبقى لزجة شوية، فخلطها بيبقى صعب شوية مع العجينة. فادي المرحلة دي حقها كويس وتأكدي ان الخميرة تدخلت مع العجينة كويس جدا. بعد ما بنخلص خلط الخميرة مع العجينة المفروض الخطوة اللي جاية تكون خطوة إضافة الملح.
خطوة إضافة الملح ممكن نأخرها شوية، يعني نسيب العجينة ترتاح حوالي نص ساعة وبعد كده نضيف الملح، وده طبعا علشان الملح بيأخر الخميرة شوية معانا، فبنأخره لحد لما الخميرة تنشط. ولكن بالنسبة لي أنا اختصارا للوقت هعملهم كلهم في خطوة واحدة. ضفت الملح وهضيف عليه كمان شوية مية، أنا حسباهم من كمية الترطيب الأصلية، كنت شايلاهم على جنب، ولكن هما محسوبين من كمية المية الأصلية اللي مطلوبة في الوصفة. بنبدأ نعجن وندخل الملح كويس جدا مع العجينة لحد لما ما نحسش بملمس الملح تحت ايدينا احنا واحنا بنعجن. ده مهم جدا، الملح كله لازم يدوب كويس جدا في العجينة. في المرحلة دي بناخد العجينة بتاعتنا من البولة على الرخامة وبنعمل الحركة دي اسمها سلاب اند فولد، يعني بناخد العجينة كده من النص، نمسكها من النص نرفعها فوق وننزل بيها نخبطها على الرخامة، ونكرر الحركة دي لحد لما العجينة تنعم تماما معانا. الحركة دي او اللي احنا بنعمله ده مهم جدا جدا، بالذات لما يكون محتوى العجينة من الترطيب عالي، ده بيعزز الجلوتين، برضو بيبدأ يخلي الجلوتين يتطور معانا في العجينة، وده مهم جدا لنجاح العيش دوت. يا جماعة بندهن البولة بتاعتنا بالزيت وبنغطيها وبنسيبها بقى ترتاح لحد لما نعمل أول عملية فرد وطي. دلوقتي انا باخد حتة من العجينة بحطها كده في كوباية او في اي حاجة تبقى طويلة طول، او انبوبة، اي حاجة تبين لي الارتفاع بتاع العجينة، علشان ارتفاع العجينة المفروض في البولة المدورة مش هيبان. فانا باخد حتة من العجينة كعينة يعني بظبط عليها ارتفاع العجينة، بسيبها في نفس ظروف العجينة. المفروض احنا على الحرارة بتاعتنا المفروض العجينة دي ترتفع بنسبة 30%. مش شرط الكوبايه اللي تستخدميها تكون مدرجه، ممكن تستخدمي استك او اي انديكيتور، تحطي مثلا لزقه، اي حاجه تعرفي بيها الارتفاع. المهم ان احنا العجينه عايزينها ترتفع معانا بنسبه 30%. بشغل ستوب ووتش بتاعتي من اول ما ضفت الخميره لحد لما اشكل العيش في السله. المرحله دي اسمها مرحله التخمير بالجمله او التخمير الكلي. هنحسب الساعه وهنشوف اخدنا قد ايه وقت. تمام. وكمان هظبط التايمر على نص ساعة علشان هبدأ أعمل الطي والفرد أو أول مجموعة من الطيات بعد مرور نص ساعة على العجينة. لو تلاحظوا دلوقتي عدى 37 دقيقة، العجينة موجودة معايا في نفس المكان اللي أنا حاطة فيه العجينة. وبالمناسبة أنا بخمر أو بشتغل في مكان يكون فيه تكييف، علشان إحنا الجو حر جدا جدا، ما ينفعش نشتغل في الحر في العيش ده تماما يا جماعة، لازم مكان يكون مكيف. بستعين طبعا ببولة فيها مية، ببل ايديا وببتدي اشتغل في اول مجموعة فرد وطي. اللي انا بعمله ده اسمه كويل فولد. تمام. باخد العجينة كده من النص بالراحة خالص بحيث ما اعورش العجينة، وابدأ الفها بالشكل اللي انت شايفاه دوت، كأني بطوي ملف او بعمل ملف، بلف العجينة، اسمها كويل فولد. بدور كده البولة وبعمل الناحية التانية نفس اللي عملته في الناحية الأولانية. طبعا لو تلاحظوا احنا في أول طي وفرد تحسوا ان العجينة لازقة شوية في جوانب البولة. كل ما نعمل طي وفرد يعني كل مرحلة هتلاحظوا اختلاف العجينة عن المرحلة اللي قبلها. طبعا هنا العجينة ارتاحت ونعمت تماما تماما، سطحها ناعم وكأني عجنتها بإيدي، ولكن احنا ما عجناش ولا حاجة، هو الجلوتين اتطور في العجينة والعجينة بقت بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه دوت. ببتدي اغطي العجينة وهسيبها كمان نص ساعة واعمل المجموعة التانية من الكويل فولد. بمسك العجينة كده من النص وارفعها فوق وافضل الف فيها. لو تلاحظوا العجينة مش لازقة في البولة زي ما كانت لازقة في المرة الاولانية. لو تلاحظوا كمان العجينة ابتدت الفقاقيع تظهر فيها، فقاقيع صغيرة قوي. طبعا بمرور الوقت الخميرة بتبقى شغالة. تمام. يعني العجينة بتخمر معايا أثناء ما أنا برضو بعمل الطي والفرد.
عايزه اقول لكم يا جماعه ان في العيش دوت مهم جدا نعرف الوقت بالظبط اللي المفروض ننهي فيه عمليه التخمير الكلي. يعني بعد ما بنخلص الطي والفرد بنسيب العجينه لحد لما تخمر. في علامات للتخمير هقول لكم عليها، تمام؟ لما نيجي عندها هقول لكم ازاي تعرفوا ان العجينه بتاعتكم دي خمرت وخلاص جاهزه للتشكيل. بالاضافه طبعا للعينه اللي احنا بناخدها كده في الكوبايه زي ما انت شفتي دي. لو انت مبتدئه المفروض تاخدي عينه في الكوبايه، هتساعدك كتير ان انت تعرفي التخمير. ولكن بعد كده لما تتمرسي في الموضوع وتمارسي اكتر من مره، انت بعينك كده هيبقى في بينك وبين العجينه كده سنس، يعني هتعرفي اذا كان العجينه دي اختمرت ولا ما اختمرتش. لو تلاحظوا العجينه كده بقت مليانه هوا شويه وحجمها يعني كبر شويه، بصوا كده لما بهزها بتبقى عامله زي الجيلي، ده معناه ان العجينه عماله تخمر معايا. دلوقتي احنا بنعمل اخر مرحله من الكويل فولد، تمام؟ العجينه طبعا حجمها تضاعف وزي ما انتم شايفين كده الفقاعات بقت كبيره وكتيره وباينه، تمام؟ والعجينه بقت ما بتلزقش خالص كده في جوانب البوله زي ما انتم شايفين معايا. المفروض ان انا بريح خلاص كده بعد ما خلصت الكويل فولد الاربع مرات كده. عدى عندي حوالي الوقت كان حوالي 2.5 ساعات، علشان انا طبعا باخد وقت وانا بعمل عملية الفرد والطي، فكده 4 مرات في نص ساعة ونص ساعة لكل مرة كنت بعمل فيها الفرد والطي، كانت بتستهلك معايا وقت، فكده عدى عندي 2.5 ساعات بالظبط. هغطي العجينة وهسيبها كده لحد لما تخمر. طيب امتى اعرف ان هي خمرت؟ اول حاجه لما بمسك العجينه كده وبهزها، بصوا كده حرفيا بتبقى مليانه هواء وبتتهز كده زي كانك بتهزي جيلي، تمام؟ اول ما امسك العجينه كده من جوانب البوله بتطلع معايا بمنتهى السهوله وما بتبقاش لازقه في جوانب البوله. تالت حاجه لما ببص كده للعجينه من تحت بحس ان العجينه عامله قبه خفيفه، ده معناها ان العجينه عندي اختمرت. ولو تشوفوا او تلاحظوا كده في فقاعات من تحت كده باينه كده في العجينه. وكمان العينه عندي ارتفعت بنسبه 30%، الاول كانت عند الخط ده وبعدين رفعت بقت عند الخط اللي فوق، فكده ارتفعت بنسبه 30%. كده خلاص هنهي التخمير عندي. طبعا نسبه 30% دي انا حددتها على اساس درجه الحراره اللي عندي. انا بدات بحراره 24 وانتهيت بحراره 28، يعني متوسط الحراره عندي كان حوالي 25. عند الحراره 25 المفروض ان احنا يعني الارتفاع بيكون بالنسبه لنا العجينه المفروض ترتفع بنسبه 30%، مش عايزين هي العجينه تتضاعف ولكن تزيد بنسبه 30%. باخد العجينه كده على الكاونتر بديله كده بله ميه خفيفه، وبعد كده بقسم العجينه لنصين بالاستعانه بالسكرابر دوت، ببله ميه طبعا علشان ما يلزقش في العجينه. ببتدي كده احنا دلوقتي في مرحله ما قبل التشكيل، كده عدى على العجينه بتاعتي حوالي 3 ساعات. 3 ساعات وبدأت كده أنزل بيها على الكاونتر علشان أبدأ مرحلة ما قبل التشكيل. بمسك كده الرغيف الأولاني وبعمل فيه الحركة دي، يعني علشان إيه أدي قوة للعجينة بتاعتي. لو مش هتعرفي تعمليها بالسكرابر اعمليها بإيديكي كده، شدي العجينة ولفيها، شدي العجينة لتحت ولفيها، شدي العجينة لتحت ولفيها، روحي بيها كده في نقطة وارجعي لنفس النقطة تاني وكرري نفس الحركة لحد لما العجينة تنعم معاكي تماما. كده الرغيفين جاهزين معايا على التشكيل. هسيبهم يرتاحوا كده حوالي تلت ساعة، هغطيهم بفوطة مبلولة واسيبهم يرتاحوا تلت ساعة على ما احضر سلات التخمير بتاعتي. انا ما عنديش سلات تخمير يا جماعة، ولكن انا مستخدمة بولات بلاستيك عادية جدا. عندي فوطة مطبخ قسمتها نصين ورشتها دقيق، ممكن ترشي دقيق ابيض عادي او دقيق رز بيبقى افضل برضو، او لو عايزه تحطي نخال الدقيق حطي. انا طبعا علشان ما عنديش السله اللي هي المتعارف عليها بكتر نسبه الدقيق شويه، بخاف الفوطه تلزق،
ولكن لو انت السله المخصصه للتخمير فبتضيفي شويه دقيق صغيره قوي يعني مش كتير. هنبتدي نشكل دلوقتي. في مرحله التشكيل بنستعين كده بالدقيق، بنلف كده دقيق حوالين داير ما يدور حوالين الرغيف، وبالسكرابر كده، وبشيل كده الرغيف دوت علشان اوسع لنفسي اشكل كل واحد لوحده. هاخد الرغيف دوت على جنب كده، بس قبل ما اشيله برشله كده شويه دقيق وبحطه على الدقيق وابتدي اشكل الرغيف الاولاني. بمسكه كده بالسكرابر، السكرابر طبعا بيبقى فيه دقيق فمش بيلزق، وباخد الرغيف كده وبقلبه مع رشه من الدقيق برضو، لان في المرحله دي العيش ممكن يلزق منك. لو تلاحظوا كده العجينه مليانه هواء، حاولوا ما تهبطوش الهواء اللي فيها، شدوها كده على شكل مستطيل ونفضوا اي دقيق زياده من جوه، وابتدوا شكلوا العجينه او شكلوا الرغيف زي ما انا بشكل. طبعا طرق التشكيل كتيره، تمام، وانا دلوقتي بشكل الطريقه للعيش اللي بيبقى مستطيل. العيش المدور بيبقى له طريقه تشكيل تانية غير الطريقه دي. عايزه اقولك التشكيل بيبقى مهم جدا لنجاح الشكل النهائي للرغيف. يعني كلنا بندور على الاير او على الودن اللي بتطلع في الرغيف دوت بعد التسويه، دي بتيجي يا جماعه من الدقيق القوي. وتاني حاجه ان انت بتبقي مشكله الدقيق مشكله الرغيف بشكل محكم، يعني بتشكلي زي ما انا بشكل كده. يعني بصي بتربطي بتشدي الرغيف بتاعك كويس. خلاص، بعد كده بتبدأي تلفي. بصوا انا مش بضغط جامد، انا يعني العجينه مليانه هواء فمش بهبطها، تمام، ولكن انا بلف واشد بلف واشد الف واشد، ده مهم جدا. بعد كده بقفل الجنبين وبسكنها في السله. شكلت الرغيف التاني بنفس الطريقة وبقفل برضو الجنبين وبحطه في السلة. لو تلاحظوا الرغيف الأولاني أنا ما شدتوش من تحت، سبته يرتاح كده على جنب لحد لما أشكل الرغيف التاني، وهرجع على الرغيف الأولاني من تاني وأشده أو أقفله كويس جدا من تحت. أدي الرغيف التاني خلص. هحطه في سلة التخمير وهرجع للرغيف الأولاني. الرغيف الأولاني لازم كده بعمل فيه الحركة دي، بتمسكيه كده من ناحيتين دول وبتشديه وبتلزقيه في بعضه بحيث ان الرغيف يتشد معاكي. كل الحاجات دي يا جماعة ضرورية ومهمة لنجاح التشكيل معانا. هندي رشة دقيق كده خفيفة على العيش من فوق بحيث ان العيش ما يلزقش في الفوطه بتاعتنا، وهقفل عليه وهسيبه في التلاجة. او قدامك حلين، يا اما تخمري تخمير طويل في التلاجة لمدة 12 ل 16 ساعة، او تخمري في حرارة التكييف العادية لمدة ساعتين، من ساعة ونص لساعتين على حسب ما يخمر معاكي في السلة. انا دخلته التلاجة لمدة 3 ساعات، او يعني انت لما هتدخلي التلاجة اخبزي على حسب الجدول بتاعك. يعني ممكن تسيبيه في التلاجة 5 ساعات 6 ساعات على حسب يعني، بس اتأكدي لو هتخمري تخمير طويل في التلاجة اتأكدي ان التلاجة بتاعتك حرارتها مظبوطة 5، يعني 5 ما تكونش اكتر من كده. طبعا احنا في المرحلة دي بنكون مشغلين الفرن بتاعتنا على اعلى حرارة، على حرارة 260، وفيها الحلة اللي انا هخبز فيها، انا بخبز في حلة حديد زهر بكون حطاها في الرف الاوسط في الفرن هي والغطا بتاعها، وبسيب الفرن يسخن على اعلى حرارة لمدة ساعة بالظبط. بخرج قبل ما يعني قبل ما الفرن كده يعني خلاص سخن، بخرج العيش بتاعي من التلاجة وببتدي كده يعني ارسم عليه بقى. لو عايزه تعملي رسمه ديكوريه زي ما انا بعمل، مش عايزه ترسمي عليه خلاص براحتك. بس اهم حاجه طبعا هنعمل له حاجه اسمها سكورينج باستخدام موس،
تمام زي دوت، او باستخدام اي سكينه مشرشره اي حاجه لو مش حابه ترسمي عليه. يعني انا دلوقتي برسم عليه بالموس وهفتحه فتحه كده بالطول، علشان دي الفتحه اللي بتخلي الرغيف بتاعنا، تسمح للرغيف بتاعنا ان هو يتمدد من غير ما يفرقع. لازم نفتح الرغيف يا جماعه. خلصت الرسم، هبتدي اخطط كده للفتحه اللي انا هفتحها. الفتحه دي المفروض يا جماعه تكون بعيده عن خط السنتر بحوالي من 4 ل5 سنتي. ببتدي افتح بالموس كده، والموس يكون مايل بزاويه 45، وبنزل بيه كده حوالي نص سنتي عمق في العجينه. ببدأ كده ارفع الجزء ده زي ما انتم شايفين كده، برفعه بالموس كده، وببتدي اخد العيش بتاعي وبروح بيه على الفرن. الحلة سخنة جدا زي ما انتم شايفين، بنزل بالعيش بتاعي في الحلة، وكمان بضيف كده مكعبين من التلج علشان يعملوا معايا بخار جوه الحلة. ده ضروري جدا، يا اما نضيف مكعبين تلج، يا اما لو عندي بخاخ مية ابخ عليه كده من فوق واغطي على طول، واقفل الحلة واقفل الفرن. بخبز في الفرن لمدة تلت ساعة من غير الغطا، تلت ساعة بالغطا وتلت ساعة كمان من غير الغطا. ده الرغيف التاني ببتدي ارسم عليه، وببتدي رسمه مختلفه. ارسمي بقى زي ما انت حابه، يعني ارسمي اي رسومات انت تحبيها. وهبتدي برضو كمان اخبزه زي الرغيف التاني. بفتح الفتحه بتاعتي، بعمل فيه زي ما عملت فيه الرغيف الاولاني، وبدخله كمان الفرن لمده يعني ساعه، تلت ساعه من غير الغطا، وتلت ساعه بالغطا، وتلت ساعه من غير الغطا. وادي العيش بتاعي بعد ما خرج من الفرن في منتهى الجمال، مقرمش كده من بره وطري جدا من جوه. المفروض لو قسنا حرارة العيش دوت وهو خارج من الفرن، تبقى حرارته من جوه بالترمومتر تبقى 95. معنى كده ان هو لما يوصل لحرارة 95 معناها ان هو استوى. العيش طري جدا وجميل جدا. يعني ان شاء الله لما تجربوا الوصفة هتعجبكم جدا. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد من قناتي. وما تنسوش تقروا صندوق الوصف كويس جدا، علشان هكتب فيه كل الملاحظات المهمة اللي خاصة بالوصفة بتاعتي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.